جولات اسهل ليهم يعني، وبتوعات العمليات اسهل ليهم يعني. ده انتوا شيكا اللي هو شيكا مش عالجتوه، كنتوا عالجوه انتوا، كنتوا انتوا عالجوه بجمعيتك الخيريه، ان كنت انت ولا الاستاذه وفاء، هتبقوا استاذتين وبدريه طلبه ووفاء عامر ساعدوا في انقاذه. لكن انتوا ما شاء الله ابتديتوا تجمعوا معاه فلوس. وفاء عامر ابتدت تدعو للتبرع ليه وتقول اي حد يتبرع يبعت لي. ايه احنا الحركه اسياد دي بقى؟ البلد ايه اتاخدت، الحركه دي؟ الرئيس خط احمر اتاخدت. يعني ايه دي بقى؟ ايه دي بايديها دي؟ احنا السفراء بره، احنا اللي بنمثل بالكم، انتوا هتفضلوا تحت، هتفضلوا تحت عشان انتوا مرضى نفسيين، عشان انتوا متوجهين نفسكم. مروة أكيد يا جماعة للمرة المليون هي اللي كانت بتطالب إن هي يتقبض عليها. من المرة المليون ده اللي أنا سمعته في فيديوهاتها، وهي كانت عايزة حد يعمل فيها محاضرة، وهي اللي اعتبرتها قضية رأي عام، والهدف إن الحقيقة تظهر. إحنا عايزين الحقيقة تبان. الأستاذة بدرية عمالة تتكلم وتعمل بصباحها كده، أنا مش عارفة إيه الحركة دي، هل هي حركة كويسة ولا حركة وحشة؟ برضو أنا معرفهاش، فيا ريت حد يوضح لي إيه الحركة اللي بتعملها بإيديها دي. دي حاجة التانية للمرة المليون، احنا في قضية الإتجار اللي هي مروة فجرت. احنا السفراء بره، احنا اللي بنمثل بلدنا، مش اشكالكم. انتوا هتفضلوا تحت، هتفضلوا تحت عشان انتوا مرضى نفسيين، عشان انتوا متوجهين نفسكم تشمتوا. بتقول لك هي السفرة مشرفة بلدها في ايه حضرتك؟ يعني انت بتعملي ايه بالظبط؟ يعني انت بتمشرفة ومرضى نفسيين وسفيرة في ايه حضرتك؟ يعني ايه انجازاتك العلمية للبشرية؟ يعني بعد ما عمر طويل كده ان شاء الله ما حضرتك تروحي تنتقلي للرفيق الاعلى انت والاستاذه وفاء عامر او اي فنان، هيفتكروه بايه مثلا؟ انجازاتك للبشريه ايه؟ انجازاتك للمصريين ايه؟ عامر فاتحه بيوت ناس، وفاء عامر بتعمل عمليات وبتجيب علاجات وبتدي مرتبات شهريه تكسي الغلابه وفاء عامر. بس ده مش في العالم، ده احنا كده مع بعضينا. شفتوا احنا بنتاجر في ايه ومع مين؟ ما هي ليها حق الدمعه تفر من ورا. ايوه بتقول لك وفاء عامر ابصر بتعمل الحاجات اللي انتوا سمعتوها دي، بتكسي الغلابه وبتدي مرتبات ده بدليل ايه بقى يا استاذه؟ بدليل الحفلات اللي عملتها اللي بتستضيف فيها ام مكه واصحابها في بيتها، بدليل ام ساجده اللي بتطلع المصيف مع بنت اختها، بدليل ام مكه اللي على طول صاحبه اللي دخلت الاستوديو وتقول لك وفاء عامر قالت لها امشي فلازم تمشي. ما تفسري لنا بقى يا استاذ، وفاء عامر ادامها السعد على الكام واحده اللي عرفتها على على التيك توك اللي هم المقبوضين. وبعدين ما هي خيره كده، ازاي اصحابها يكون مشكوك فيهم وبيبثوا مواد مسيئه للمجتمع؟ ده المرأة على دين خليله، المرأة على دين خليل اصحابها دول ناس في المستوى والفوقيه اللي انت بتتكلمي عليها دي، ان كنت انت ولا هم يصاحبوا الناس دي عادي. وبعدين ما كل الناس بتوعت المخدرات وبتوعت اي مهنه فيها فلوس كتير بيطلعوا الحاجات دي. وبعدين بالنسبه ده راحت ادت ام الشيكه 500 جنيه، 500 جنيه سفر 3 ساعات عشان تديها 500 جنيه، مش جه تمن الواجب اللي اتعمل لها هناك. وبتدي مرتبات ايه يا استاذ؟ وبعدين انت طريقه كلامك، هو الدين يتجزأ؟ ايه هو الدين يا استاذه بدريه؟ الدين ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني انا بعرف ان انت بتتقربي الى الله او لا من خلال عملك اللي في قلبك ده بتاع رب العالمين. هل اللي بيتشاف ده واللي بنشوفه منكم والالفاظ اللي طريقه الكلام اللي اتكلمت بيها دي بتقول ان في التزام؟ يعني انت خليك انت مكان الناس، طريقه الكلام اللي اتكلمت بيها دي تقول ان في التزام يا استاذه بدريه؟ وبعدين ما كل الناس تاجر المخدرات ما هو بتبرع على الناس.
اللي بتفتح كباريه بتتبرع للناس وتقول لك في رقبتها ناس برضه، اللي شغال في ايه برضه بتبرع ما كل الناس بتتبرع لبعض. وبعدين هو التبرعات دي هل من فلوسكم؟ يعني من شقاكم وتعبكم، ولا ده مقابل الجولات اللي بتطلعوها اللي انتوا عمالين تتبرعوا فيها؟ اوعى يكون التبرع 500 جنيه. كنت عالجت الراجل في تكتم كده، هو شيكه. واللي جاي بيلعب فيه. عرفت ليه الدمعه فرت من هنا؟ انت كتبتها بس انا ما اقدرش اقولها. المشخصاتيه ما تقدرش تقول اللفظ اللي انت قلته. الدمعه بتنزل منين؟ عارف الدمعه بتنزل من عندك ليه من هنا؟ عشان المكان ده بيطلع فيه كتير. عصابه اثبته. بتقول لك طبعا الكومنت اللي كتب لها اللي هي بتقراه ده كان ممكن تتغاضى عنه وترد تقول لك ده هو قيمتك كده او انت بيئتك كده، او لكن هي تتكلم باستفاضه وبإطالة في الموضوع، في كلام قذر ما يليقش لا بيها ولا بمكانتها ولا بسنها، زي ما هي بتقول ان لها مكانه ولها برستيج بره او بتكرم بره. ما يليقش بك الكلام اللي انت قلتيه ده. الفيديو ده ضرك اكتر ما نفعك. الناس متضايقه، الناس زعلك وانت عملت لهم صدمه. يعني انت كده سبتي لما ساجده ايه؟ سبتي لما ساجده ايه يا استاذه؟ سبتي لما ساجده ايه؟ ايه الالفاظ اللي انت قلتيها دي كلها؟ والله حرام اللي بيحصل ده. وانت يعني عماله تلم فلوس او تقعدي على التيك توك والاستاذه وفاء عامر كل واحده عشان يدي الغلابه؟ ما الغلابه قولوا لهم عرفوهم السكه ويطلعوا يقعدوا هم ونخلص. ارحمونا شوي. بعد ما اتقبض عليهم الاستاذه بدريه طلبه طلعت عملت على الفيسبوك على حسابها قالت لك ايه؟ بعض الشماتين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخل لهم من الدعم على التيك توك. وسيبك من اللي يقول انه فرحان علشان البلد تنضف، واسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده كله. عموما اللي محتواه قليل الادب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب. طيب بالنسبه يا استاذه، هي استاذه بدريه، الناس فعلا زعلانه لان بيأثر على اخلاق عيالها. وطبعا حضرتك مشكوره انت والفنانين اللي زيك، انتوا اللي عملتوا لهم قيمه، لان انتوا بتاخدوا الجمل بتاعتهم وتحطوها في المسلسلات بتاعتكم. الناس بتتعب في تربيه عيالها وبتتعب في ان هم يعلموهم، وعايزينهم يعلموهم زي ما الدين بتاعنا قال، والقانون، واحترام القانون واحترام الاخلاق. لكن حكايه الغيره دي، طب ما يعملوا زيه. الناس لو غيره كانت عمل زيكم. يعني التيك توك مفتوح لاي حد، اي حد يقل ادبه وهم بينجموه. لكن الناس ايه اللي مانعها؟ اخلاقها وقيمها، مش موضوع غيره. ما تعملوا فلوس، ربنا يرزق اللي ماشي بالحلال، وطريق الحلال دايما بيبقى قرشه حلو. انت تقريبا يا استاذه بدريه بتحبي الفلوس الكتير، بتحبي الفلوس جدا. يعني انت مش معترضه على اللي بيحصل، الناس كلها معترضه، بس انت تعتبري دي غيره. تعتبري دي غيره، مع ان القانون هم القانونيين والنيابه والشرطه اللي قبضت عليهم وقالت ان هم بيبثوا حاجات مخالفه لقيم المجتمع، مش الناس اللي بتقول. الناس كانت متضايقه من سنين بس ما حدش بيستجيب. بس الحمد لله حصل استجابه، وعمالين يتجاد لهم 15 يوم في 15 يوم. فانت حضرتك تروحي لزمايلك اللي هناك اللي اتحبسوا، التوك توكرز دول اللي بيجمعوا فلوس، وتقولوا لهم لا ده الناس غايره منه، واثبتي بقى ان الناس غايره منهم، ونخالف القوانين اللي موجوده، وان ده مخالف اللي بيعملوه، مخالف للقوانين والقيم، ومخالف للعقل البشري. استحاله طبعا، ربنا خلقنا عشان نشتغل ننتج، مش نقضيها واحنا قاعدين نلعب جولات. يعني ما يبقى راجل شحط قاعد شباب زي الفل، انت بتروحي تلاقي الصنايعيه قال له، بتوعت السواقين قال له، كل المهن قلت في البلد، لان الناس كانت قاعده بتستسهل تقعد ويفضحوا نفسهم ويدفعوا فلوس. وانت باصه للي زعلان ان هو اتقبض عليهم وان هو مش عارف يعمل. ما هو فعلا مش عارف يعمل زيهم، عنده اخلاق وتربيه منعاه لقيود.
مش مباح. بس هي حبت تعدل كلامها زي ما انتوا سمعتوا كده في الاخر، وقالت اللي يبصر اللي ايه قليل ادب يتعاقب، والغير محترم واللي بيغسل يتعاقب. قليل الادب والغير محترم اللي بيقول الفاظ خارجه، اللي بيقول الفاظ خارجه بين قوسين، اللي بيقول الفاظ خارجه والغير محترم يتعاقب، المفروض يتعاقب. ولا ايه يا فنانه؟ اخر احنا كل هدفنا ان الحقيقه تظهر، احنا عايزين الحقيقه تظهر. الموضوع بقى صعب، بقى صعب وشاغل الناس. يعني مش يعني الناس فرحت فعلا ان حصل استجابة وتم القبض على التيك توكرز دول، بس عايزين نشوف موضوع الأعضاء ده يا جماعة، عايزين نشوفه، لأن هو ده الهدف الأساسي في القضية. لأن في كارثة كده بتحصل لما ريهام عياد، الأستاذة ريهام عياد، تطلع في البرنامج بتاعها وتقول لك احنا رابع دولة على مستوى العالم في بيع الأعضاء. يعني احنا مسمعين في العالم كله في تجارة أعضاء، وتيجي بدرية طلبة ووفاء عامر والحاشية بتاعتهم كل دول عايزين يغيبونا، يقولوا لنا البلد 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 على دماغ الكل. بس الحقيقة تبان، الحقيقة تبان، احنا مش في الجنة، احنا في الأرض. ففي مشاكل عندنا نحاول نحلها، في غلط يتكشف، والحمد لله الشرطة ماشية في مجهوداتها اللي تشكر عليها. الحمد لله عملت أريحية للناس وريحت نفس الناس، ويا رب الحقيقة تتكشف كلها. شكرا.